السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله بخير. اليوم جبت لكم كيكه البرتقال، جات ولا اروع. نقولوا بسم الله البنات ونروحوا للمقادير وطريقه التحضير. انا عندي 3 حبيبات بيض يكونوا مدرج حوالي الغرفه. عندي رشه تاع الملح، يعني كيكه سهله البنات بمقادير بسيطه تحصلنا على نتيجه ولا اروع. انا عندي رشه تاع الملح البنات. انا عندي نص كاس سكر عادي. عندي معلقه صغيره تاع فاني. نخلط بالضرب الكهربائي حتى يتخلط الخليط مليح ويتضاعف الحجم تاعه، ونضيفوا بقيه المقادير. تحصلوا على هذا الخليط البنات كما راكم تشوفوا تضاعف الحجم تاعه. انا عندي نص كاس زيت، نضيف الزيت للخليط نتاعي مع الخلط دائما بالضرب الكهربائي. خلطوا مليح البنات بهذه الطريقه. انا عندي كاس عصير البرتقال بعد ما صفيته من الشوائب، نضيفه للخليط ونخلط شويه. يعني طريقه سهله البنات. خلطوا مليح. هنا نقلع الضرب الكهربائي وندير نستعمل الفوي البنات. انا عندي قشور برتقال. انا عندي 2 كيسان فرينه نغربلهم البنات. انا فرينه غربلوها 3 مرات البنات باش تحصلوا على نتيجه ولا اروع. تجي الكيكه نتاعكم خفيفه. غربوا الفرينه تاعكم 3 مرات. نضيف الكاس الثانيه الماء تاع الفرينه مع كيس خميره الحلوه، نغربلوهم مليح البنات. يعني كي تغربوا الفرينه تحصلوا على نتيجه ولا اروع. تجي الكيكه نتاعكم خفيفه ما شاء الله، تجي مهويه من الداخل، تجي ولا اروع. جربوا بهذه الطريقه البنات. انا نخلط الخليط نتاعي مليح. شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، ماشي ثقيل ماشي خفيف، جا ما شاء الله. هنا عندي المول بعد ما دهنته بالزبده ورشيته بشويه فرينه. نحط الخليط نتاعي والفرن يكون مسخن من قبل. طيب الكيكه نتاعنا، عفوا، ندخلوا الكيكه تاعنا طيبه البنات. بعد نروحوا نحضروا الكريمه، كريمه البرتقال. نروحوا نحضروا الكريمه البنات. هنا في كاسرونه حطيت كاس ونص عصير البرتقال بعد ما صفيته البنات. لازم نصفيو العصير تاعنا. عندي 4 مغارف سكر او حسب الذوق، اللي يحب الحلاوه يزيد مغرف. انا درت غير 4. عندي مغرف صغيره عفوا فاني، وعندي مغرف ونص مايزينا. نخلط بارد في بارد، ما تحطوا فوق النار يغلي حتى يعقد الخليط نتاعنا بهذه الطريقه البنات. انا بعد ما عقد الخليط نتاعنا درت مغرفه صغيره زبده ونخلطو مليح، والكريمه تاعنا واجده. شوفوا البنات بعد الكيكه ما طابت جات ما شاء الله. هنا البنات نقلبها ونخليها تبرد بهذه الطريقه البنات. لازم الكيكه تاعنا تكون بارده باش نحطوا فيها الكريمه. شوفوا البنات بعد ما بردت الكيكه نتاعي نحط الكريمه بهذه الطريقه. يعني الكريمه مازالت سخونه بصح معليش، المهم الكيكه تكون بارده. هنا نسوي الكريمه تاعي مليح ونخليها تبرد باش نكملها التزيين. نروحوا للتزيين البنات. هنا قطعت حبه برتقاله دوائر بهذه الطريقه. يعني التزيين يبقى اختياري. درتو بهذه الطريقه وزينته بشويه كريمه شونتيي وريقه النعناع، والكيكه نتاعنا هي واجده جات ما شاء الله. شهيتكم في الجنه. نتمنى تجربوا هذه الوصفه البنات، جات ولا اروع، لا في المذاق ولا في الشكل ما شاء الله. يعني بمقادير بسيطه تحصلوا على نتيجه ولا اروع. تفرحي العائله وتفرحي وليداتك ما شاء الله. بهذه الطريقه البنات شوفوا التزيين جا ما شاء الله، جا ولا اروع. نتمنى تجربوا الوصفه البنات، جات ما شاء الله. خفيف ظريف بمقادير بسيطه والنتيجه ولا اروع. قطع معكم مورسو باش تشوفوا كيفاش جات خفيفه ريشه ما شاء الله. شهيتكم في الجنه البنات. نتمنى شي تعليق يكون زوين ولا شي قليب كما قلوبكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
لأول مرة تشوف قناتي نتمنى دير اشتراك يوصلها كل جديد إن شاء الله. وصفات أم نسرين، وصفات اقتصادية بمقادير بسيطة والنتيجة ولا أروع.